تعتبر الأماكن الترفيهية عنصرا أساسيا لكل دولة في العالم، لتخلق لمواطنيها جوا ومتنفسا للعوائل التي تطلب الراحة والاستجمام بعيدا عن صخب المدينة. غابات بلغراد في إسطنبول تعد من أكثر أماكن الراحة والاستجمام للعائلة التركية، وتمتد هذه الغابات لأكثر من 5500 هكتار. أغصان كثيفة تلف أشجارها العالية المختلفة الأنواع، وتحديدا أشجار البلوط. تمتاز غابات بلغراد بسحرها الخلاب وبمناظرها الجميلة، شلالات بمياه عذبة تشق طريقها وسط الغابة، وبحيرة كبيرة تجذب الزوار لجمال طبيعتها الخالدة. Yaklaşık 20 yıldır İstanbul'da oturuyoruz. منذ أكثر من 20 عاما وأنا أجد متنفسي الوحيد في هذه الغابة. نجتمع مع الأصدقاء والعائلة هنا لنقضي وقتا ممتعا في أيام العطلة والراحة، فالاستجمام مطلوب لكل شخص بعد عناء العمل. Ben de ilk defa geldim Tuncay abinin tavsiyesiyle. أول مرة أحضر لهذا المكان، وقد أوصاني صديقي وأحضرت عائلتي. وجدت فيه راحة، وجميل أن يكون هكذا مكان للعوائل لكي تستمتع وتقضي أوقاتها بعيدا عن زحام المدينة. تتمتع غابات بلغراد في إسطنبول بمناظر خلابة وأجواء نقية. إنها محمية طبيعية تحتوي على أكثر من 3000 نوع من النباتات المختلفة. هنا لن يسمح لك بقطع أي شجرة أو غصن حتى، وقد تغرم بغرامة مالية كبيرة وتصبح عدوا للبيئة. محمية طبيعية تحتضن وتأوي العديد من الحيوانات والطيور بمختلف أنواعها، فأصوات زقزقة عصافيرها لن ينقطع وهي تعلو فوق أغصان الأشجار، وكأنك أمام عزف سيمفوني للحن منفرد يشدو الأسماع. Cumartesi pazar ata biniyorum. كل يوم صباحا أخرج وأنا أمتطي حصاني قادما من بلدتي الواقعة على بعد كيلومترين. أشعر بسعادة غامرة وأنا أجوب غابات بلغراد، فالجو هنا منعش والأكسجين نقي جدا. أتمنى من كل من يأتي إلى هنا أن يحافظ على هذا الجمال الطبيعي الذي وهبه الله لنا. إنها نعمة ونشكر الله على نعماته. أنا أول مرة الحين جاي وجايب معي ضيف كمان، والحمد لله أنا شايفه متحسن وفي محفظة عليه وفي متهمين فيه في النظافة، وما يخلوا أحد يعني يسوي أي مشكلة جوا، ولا يسوي حريق ولا يسوي شواية ولا شيء. هذا أنا خلاني مبسوط. للفرات مسلم البياتي من غابات بلغراد، إسطنبول.